أريد يقدم لكم برنامج رانا حكمناك. أريد ديما معكم. عاجل خبر عاجل، خبر عاجل في النهار تيفي، خبر عاجل في النهار تيفي، خبر عاجل نجيبوه يبقى حاير، يولي يتخبط ويعاير، يحوس يفهم وش راهو صاير، وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة، زعما يتهموه، يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه، مين يعرف صيبه صايرهم حبسوه، حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش، يتبلوكوا مرات يولوا يشوفوا في الحباس، يخافوا من هضرة الناس، سيرتو مدي يا راس، كاميرا كاشي هادي غير ما تتخلعوش. ان شاء الله يديك الوقت. اللي خايف انا جاي لك ما تقلقش سيد الوزير. اهلا بكم. عاد في نقاش على المباشر على اول قناه اخباريه في الجزائر في ظل الازمه الاقتصاديه وتراجع سعر البترول في الجزائر، وبحث المسؤولين في الدوله عن مخرج وبديل استراتيجي لتعويض التبعيه للذهب الاسود. عرف قطاع الفلاحة في الأشهر الأخيرة نوعا من النهوض من خلال تصدير مادة البطاطا إلى الخارج. قابل هذا النهوض تناقض نوعا ما كذلك في سعر البطاطا في السوق الجزائرية. ولفك هذه الشفرة نتشرف اليوم باستضافة الرجل الأول على قطاع الفلاحة، وهو السيد سيد أحمد فروخي. أهلا بك معالي الوزير. أهلا. الحديث اللي كثر في الايام الاخيره على تصدير البطاطا ماهوش فزاعه اللي باش نسكتوا بها الشعب ولا نوهموا انه قطاع الفلاحه راه يخدم في الجزائر. ما نظنش هو في الساعه، في نفس الوقت نقدر نقول باللي الحديث اكثر من الظاهره بحد بلال راهو بداها بالتخلط مع الوزير، ربي يستر. لماذا لم يكن هذا التصدير زمن رشيد بن عيسى او عبد الوهاب النوري؟ لماذا في زمن تاع عهده تاع سيد احمد فروخ الا يوجد هناك نوع من التحضير القبلي لهذه العمليه؟ لانه باش نقولوا لانه سيد احمد فروخ ينجح في وزاره الفلاحه. لا، ما نظنش سيد احمد فروخ اليوم انسان جاي يحاول انه هذا تساؤل يعني. هنا هو تساؤل مقبول. نظن احنا لازم نشوفوا الامور خارج الاشخاص، نعرفوا برك بعض الاسماء ونحاولوا حولهم نبني اشياء يعني ايجابيه ولا سلبيه. يعني انه الوزراء السابقين زرعوا واليوم سيد احمد فروخي الوزير حصد. هذه هي طيب. اولا اللي زرع واللي وجه واللي كان عنده نظن حصه كبيره هو رئيس الجمهوريه، لانه منذ مجيئه اعطى الاولويه لقطاع الفلاحه. كان فيه برنامج هام حول هذا القطاع. وجدنا لك فيتيار خاص بك وخاص بالقطاع الفلاحه في الاونه الاخيره. مع الجميع. حياته الخاصة خط أحمر. هو متزوج ب4 نساء، ضخ كل ثروته العائلية في استثمارات في إنتاج البطاطا بوادي سوق. ورد اسمه في تحقيق صحفي حول أملاك وزراء حكومة سلال 4. إنه سيد أحمد فروخي، الذي ورد أنه يملك شقق وعقارات بالجزائر وأخرى بعاصمة الجن والملائكة بباريس، وما خفي كان أعظم. يقال أنه كان إسلامي حد النخاع،
كان له نشاط سري سنوات الجامعة، اعتقل لأيام، لا يخفي أنه متعاطف مع حركة الماكل الانفصالية. هو سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والصيد البحري. وزير الفلاحة والصيد البحري، سؤال اللي بضر المشاهدين دوك اللي ما شافوك على المباشر، ربما هذه ثقافة جديدة في الجزائر نشوف وزير يعني غير انه متزوج باربع نساء يعني 4 نساء يا سي الوزير. انتم ما حبيتوا ديروا لي مشاكل مع المرأة. انا مزوج مع مرأة واحدة. انتم ما عندكم معلومات غالطة. كل الكثير من المعلومات اللي ذكرتوها في الاول كانت صحيحة، ولا المعلومات الاخرى كاع خاطئة؟ متأكد باش ما يصح؟ لا، ربما لانه معلومات اذا كان الامر اذا كان الامر ربما في حرج ولا ما كان حرج. لانه هذا الشيء باش يكون على علم السيد الوزير تكلموا فيه الوزراء، كان عندهم كان حتى زوجتين 3 وزراء، زوجة واحدة، مزوج منذ 90 وعندي 3 اطفال. فروخي باين عليه في دال وراه حاير في واش راهو يقول بلا. الثانوي الامور شفافه، ما في حتى مشكل. ربما ما عندي لا عقارات هنا، عقارات في الخارج، وما عندي لا شكيت سيد الوزير راك خايف شويه من الزوجه الاولانيه بالك. مانيش يعني المعلومات اللي توفرت عندنا بعقود الزواج، يعني عندنا وثائق بعقود الزواج انه راكم غالطين. بالك اسم اخر، راكم غالطين. ما كان حتى هذا الجانب ما كان حتى التباس. وعلاقتك بالمارك؟ عندي حتى علاقة أنا مع الماك. وش من العلاقة عندي مع الماك؟ أنا الماك نظن راه في طريق خاطئ تماما. واليوم الأهم لنا هو أننا يكون وحدة وطنية. نظن كرسنا الكثير من المطالب للأمازيغية، واليوم الوحدة الوطنية من الخطوط الحمراء اللي يلزم حتى واحد ما يتجاوزها. سيد الوزير الكل راه يشوفنا على المباشر، وربما ما زوجاتك الثلاث الاخرى كي نعطي لك معلومه خلاص من بعد ما نقعدوش في نفس الموضوع، لانه باش نروحوا لشق واحد اخر من النقاش فيما يخص الممتلكات. يقول سيد احمد فروخي على حسب ما ورد في احدى التحقيقات الاعلاميه انه من عائله برجوازيه يمتلك عقارات هنا في الجزائر وفي باريس. ما كان حتى عقار. احنا عندنا اجراءات كي ندخلوا الحكومه نصرحوا بهذه الاشياء للمجلس الخاص بها، وكي نجوا خارجين نصرحوها، ويجي نهار ان شاء الله كي نجي خارج من هذه الحكومه سأصرح بذلك. ما فيها حتى التباس في هذا الموضوع. انا خدام، شوف سيبيل، انا خدام رجال، ما راني لا نحوس لا على كما قالوا راني حوس لا على شيعة لا مال. اولا والامور واضحه. هنا فهمت وكانه انك رفضت تكمل الحديث معنا فيما يخص الحياه الخاصه. ربما لا ما رفضتش. اذا ربما ما رفضتش اعطيتك المعلومات. تكلمنا لك على الزوجات وحنا نشوفوا هذا ما راهوش اي واحد يكون متمكن ماليا ولا يقدر كاين وزراء مروا. انت طرح لي سؤال، ومن حق احنا في بعض الاحيان ايضا على بالي رانا عايشين في مجتمع كاين الكثير من الشائعات. في بعض الاحيان كاين الناس اشياء بالك تستهدف، ولا اشياء بغير قصد. يعني ما تنزعجش مني، ربما النقاش هذا هو النقاش على المباشر، وهذا هو النقاش الحر في الجزائر، ونعرفوك انت يعني ما عندكش مشكله، ما عندكش حرج في هذا الشيء. كي تكلمنا على في التقرير تكلم الزميل احمد حفصي على الممتلكات، قضيه الواد سوف ونربطوها بقضيه عمار سعيداني. ربما يقولوا الكثيرون، انا نقول لك واش راهم يقولوا، ربما ما من اللي يعني الاوساط اللي راهي تتكلم في هذا الشيء راهي تشوف فينا دوك الان على المباشر. يقولوا باللي انك الاستثمارات ديالك الشخصيه والعائليه في البطاطا في واد سوف، منطقه اللي زاد فيها وعاش فيها عمار سعيداني، وربما ديرونجاتو شويه. لا نظن كنت تكلمت على هذا الموضوع، كانوا الصحفيين طرحوا لي سؤال كنت تكلمت عليهم. ما نزيدش نضيف اي شيء. الباقي كل ما نقدر نتصور والاشياء اللي تربط هكذا بصفه غير مباشره تخصني انا ولا تخص الاخرين ولا تخص اسمعني نتكلموا لا سي اسمعني سي ربما لازم نتكلموا على حنا لازم نكونوا مجتمع يتبنى
على الثقه. سيد الوزير معنا عاجل الآن. مصدر بالرئاسة: الرئيس قام بعزل وزراء أثبتوا فشلهم في تسيير قطاعاتهم. مصدر بالرئاسة: تعديل حكومي موسع في حكومة سلال 4. مصدر بالرئاسة: سقوط أسماء 10 وزراء عقب التعديل الحكومي. الآن سيد الوزير، ربما رئيس الجمهورية أحدث الآن على حساب ما يشيروا لي يعني في العاجل هنا تعديل حكومي. ربما الآن راني مع الوزير سيد أحمد الفروخي، بعد قليل ربما حنكون مع الوزير السابق سيد أحمد الفروخي. راح الغالي راح والدغرام معاه. خلاص المهمه تاعي. نعود للموضوع سيد الوزير. فروخي راه بدا يتقلق. قطاع الفلاحة الآن لما يستثمروا فيه مسؤولين، هل راح يخرجوه من الأزمة ديالو؟ اليوم الاستثمار هو الأهم. هما عندنا منبعين. المنبع الأول هما الفلاحين الموالين، الكثير منهم اليوم راه في الميدان، وفي نفس الوقت طوروا الاستثمارات نتاعهم. نعود إلى الحدث الآن. يشار لي الآن من الاستوديو أنه التعديل الحكومي أسقط 10 رئيس الجمهورية، أسقط 10 وزراء في انتظار البيان الذي سيصدر بعد قليل على موقع وكالة الأنباء الجزائري حسب ما يشار لي. هل سيد الوزير ربما هي من حسن الصدف أنه اليوم على المباشر من قناة النهار مع وزير في استوديو نتكلموا على تعديل حكومي؟ ربما كما تكلمنا أنا شخصيا نتمنى يكون الوزير مستمر في الحكومة، ولكن معروف أنه رئيس الجمهورية يعني ما يمشيش بالعواطف تعديله. هل كنتوا تنتظروا اليوم يحدث رئيس الجمهورية تعديل حكومي؟ هذه من صلاحيات، ولا المعلومة اللي عندكم صحيحة؟ هذه من صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية. نعم، يشار انه بيان انه المعلومة تم استسقاؤها من موقع وكالة الأنباء الجزائرية حسب بيان يعني بسيط من رئاسة الجمهورية، وأشير في انه في انتظار تفاصيل. علاش نظن نتكلموا على حوايج واحد اخرين. نظن هو الاهم لينا اننا حنا كمسؤولين نخدم لاخر دقيقه. نظن عندنا مهام، هذه المهام هي مهام ظرفيه اللي دخلوا في الديزويت، وفروخي معروف عليه باللي يحشم. مهام يوجع ثاني سيد الوزير. حنا اخترنا ان ندافع لبعض الافكار، ان نبني ونساهم في بناء المجتمع، لكن انهاء المهام مهما كان يوجد ونساهم ايضا في بناء الوزير. الله يخليك في بناء الاقتصاد. يبقى ديرها في موقع ولا ما ديرهاش في موقع. معليش. الافكار هي التحاليل هي والقدره هي سيد احمد فروخي وزير سابق في الفلاحه وصيد البحري، تفضل. وربما اليوم اسمح لي تكلمنا لك على الزوجات وتكلمنا لك كذا، وهذا ماهوش من طبيعتي اني نتكلم، لكن ربما العاجل انهاء مهامك تقدر تقرا في الوزير. ما كاش مشكل. خلاص ها رمضان كريم. صحة فطوركم وصحة رمضانكم لكل شعب الجزائر. يا سي الوزير رانا حكمناك، بصح انت انسان طيب. لا بالي دافوندي. عاجل خبر عاجل في النهار تيفي. خبر عاجل في النهار تيفي. خبر عاجل اللي يجيبوه يبقى حاير، يولي يتخبط ويعاير، يحوس يفهم وش راهو صاير. وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة، زعما يتهموه، يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه. مين يعرف صيبه صايرهم حبسوه، حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش، يتبلوكوا الراس يولوا يشوفوا في الحباس، يخافوا من هضرة الناس سيرتو من الدياراس. كاميرا كاشي هادي غير ما تتخلعوش. قدم لكم أوريدو برنامج رانا حكمناك. أوريدو ديما معكم.